السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح لكل مشاهدينا الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وشغل زر الإشعارات عشان يوصلك شعار جديد بقى فيديو احنا ننزله. ويا ريت يا شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي تعديم بيت لإخواتنا ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويرحم شهدائهم اللهم آمين. طبعا أنا جيت من الشغل بدري، قلنا بقى نمسك السلاكة كده ونديها تنظيفة. السلاكة طبعا بقالها كتير قوي ما اتنضفتش. طبعا بدأت بالمصطبة فوق، الحمد لله يعني ربنا قدرنا وخلصنا اول حاجة المصطبة. ده اللي احنا طلعناه، حتى كان النتاية محصية حصى شبع اهو، بص ايديا دي مبهدلة. بقى معانا بقى مطهراتنا وحاجاتنا. ده هنا ديتول، وده هنا مضاد فيروسات. اولينا شغالين وربنا يا رب يسهل لنا الحال. فان شاء الله كده ايه، اي حاجه جديده كده ان شاء الله يعني هصورها لكم لغايه ما نشوف لما نخلص السلاكه كلها تنظيف. الحمد لله خلصنا 8 بيبان دول، بصراحه طلع عيني. الحمد لله البيبان طلعت نظيفه اهي زي ما انتم شايفين اهو. بصوا بقى احنا ايه استعملنا الفرشه الجديده اللي احنا ايه عملناها اهي، اللي هي الرملة الصفرا بتاعتنا وعليها جير مطفي وبودرة البلاط، كله اتغير له البودرة الجديدة دي بدل اللي احنا كنا عاملينها الاول. عشان احنا كنا عاملينها الاول كانت بتعمل مشاكل والزغاليل بتموت وشغلانة. وايه الصراحة احنا جربناها مع زغلولين عشنا قبل كده وتمام تمام. فاحنا بقى ان شاء الله هنلف بقى السلاك كلها. طبعا احنا كده الحمد لله خلصنا الحاجات ديت. الارض هنا اتكنست خلاص. الشكارة بص انا طلع لي يعني طالع يعتبر بربع شكارة من الحتة دي، من الجزئية دي بس. ناقصنا لسه الجزئية ديت والجزئية ديت. انا لو وريتكم شكلي بصوا يعني انا حرفيا متبهدل، واهم حاجة مش ناسي الكمامة. فربنا يا رب كده ايه يسهل كده ونخلص الليلة دي كده على خير، عشان خاطر الواحد حرفيا خلصان. الحمد لله خلصنا الجزئية ديت. بص منظر ايديا باين عليها الشقة. طبعا البيبان اهيت نطفت ورجعت جديدة. انا لو قلت لكم دلوقتي الساعة كام محدش هيصدق. الساعة دلوقتي داخلة على 3. فكرت برضو ان انا هعمل تركاية كده. طبعا المسا كلها لميتها من قدام الحمام بتاعنا، فالمسا اهيت. المسا ديت ان شاء الله هتترفع لغاية الصبح، عشان خاطر بكره الصبح ان شاء الله في ميعاد الكلفه بتاعتهم هحط لهم فيركون اس في الميه مضاد فيروسات لمده 3 ايام، عشان خاطر الفتره ديت يعني ابو يونس برضه عمال يحذرني يقول لي يا مهند في فيروس في الجو وكده. فاحنا نديلهم مضاد فيروسات. احنا كده كده هي راحت فين البخاخه دي فيها فيركون اس، البخاخه بتاعتنا دي فيها فيركون اس. برضه هنرش السلاكه ونروق على الحمام بتاعنا كده. احنا ناقصنا الحته ديت، ناقصنا القطعيه ديت. ان شاء الله القطعيه دي تاخد فينا نص ساعه باذن الله، ونكون كده خلصنا السلاكه بتاعتنا من اولها لاخرها. وننزل بقى نريح بقى عشان خاطر الواحد اتهلك. يلا على خير كده ان شاء الله باذن الله. لما نخلص الجزئيه ديت باذن الله هنرجع له. الحمد لله كده السلاكه شبه اللي هي خلصت. الحمد لله خلصنا الاربع عيون دول، وادي اللي طلع منهم. ناقص لنا ال8 دول بقى، وانا فصلت. فبكره بأمر الله الصبح احنا هنسيب كل حاجة زي ما هي كده. بكرة بأمر الله الصبح هنطلع اللي احنا نشوف بقى احنا هنكملهم بإذن الله وخلاص. وربنا بقى يتولانا برحمته بقى، عشان انا خلاص كده انا خلصت اللي هو مفيش مجهود تاني. صح من بدري رحت الكلية، جيت من الكلية رحت الشغل، وبعد كده خلصت شغلي وجيت بعد الفطار قلنا نشتغل في الكلام ده. وبالمناسبة الفيديو ده بيتصور واحنا المفروض بكرة الصبح يوم التلات هننزل نبيع الزغاليل. تمام تمام. فان شاء الله نشوف بقى احنا لما تخلص باذن الله الصبح يجي كده ويلا نشوفكم الصبح بقى. رجعنا تاني يوم. نخش كده نشوف السلاكة. الحمد لله السلاكة دلوقتي نطفت وبقت اخر حلاوة. طبعا سايبين البخور حتى هو بعد ما كنسنا كده وعملنا ديتول، سايبين البخور يعمل لنا ريحه حلوه في المكان. فاحنا نقفله بقى كده بس كده. يلا دي تاني. تعالوا بقى احنا نشوف العيون بعد ما نطفت. يعني بص العيون والله العظيم
عودا حميدا، كنت مشتاق والله العظيم للمنظر انا ده. بصوا، فالحمد لله كله، الحمد لله كده كله. بصوا يعني سواد الليل، سواد الليل. بصوا هوريكم سواد الليل اهو، ده سواد الليل اهو. الحمام ما بيصدق اللي هو ايه ده انت خلصت؟ طب يلا اسهال، عايز اعمل بيبي، يلا يلا. الحمد لله كده احنا الحمد لله خلصنا البيبان بتاعتنا. نعمل بقى احنا تركايه بعملها على طول بعد ما بكنس. انا طبعا برش الارض ديتول وبرش بيبان ديتول، وبرضه بعمل تركايه تانية اللي هي ايه يا مهند؟ اللي انا عندي كده كده فيركون اس في بخاخه اهو. الفيركون اس ده في بخاخه، فيركون اس عشان الفيروسات، مضاد فيروسات مهم جدا عند الحمام بتاعك. فانا ببدا ان انا اجيبه ونرش، رش على الحمام بتاعك، مش هيضر، ده مش هيضر باي حاجه اهو. رش، ولا هيضر حمام ولا هيضر اي حاجه. لو شرب منه عادي، احنا كده كده اصلا ساعات بنشربه له عادي. فيركون اس مضاد فيروسات. الفتره اللي احنا فيها ديت الجو مش متظبط عند الحمام، فاحنا بنرش عشان خاطر نحمي نفسنا من اي مرض فيروسي اهو. بصوا كل السلاكه كده تترش عليها. هنا لو مش واصل لهم نفتح كده، نفتح كده ونرش اهو. نرش هنا نفس الكلام اهو، نفتح ونرش. ده كل الكلام ده كده مهم جدا عشان لا قدر الله مثلا لو في اي فيروس في اي حاجه يطلع. واحنا كده كده حاطين جير مطفي، البيبان مطرحها جير مطفي عشان خاطر الطواجن. احنا الطواجن بتاعتنا حاطين جواها جير. بص بص بص، لا لا كده ايه كده مشاكل وقله ادب ونعمل نوش. تعالي يلا خش اهو اهو. نرش كده واحنا كده خلصنا الحمد لله رش الحمام بتاعنا ورشينا البيبان، واخر حلاوه كده. احنا الحمد لله الحمد لله السلاكه كده 100% نطفت. السلاكه 100% ايه نطفت. احنا بس بنأكد كده عشان خاطر ايه ما يكونش حاجه احنا ما وصلناش بالميه. بس كده السلاكه بفضل الله 100% نطفت. فهو ده كان يعني الروتين عندنا واليوم بتاع النظافه بتاعنا. الناس اللي بتسأل يا مهند انت بتنظف ازاي؟ ده اهو احنا بننضف كده. جبت لكم من اول ما بدأت لغايه الحمد لله ما خلصت الحمام بتاعي. وطبعا الزبل رمينا الشكاره، يعني الشكاره اتملت ورميناها وملينا الشكاره دي كمان او الشنطه دي كمان هنرميها دلوقتي ان شاء الله واحنا نازلين. فعلى بركة الله ربنا يكرمنا كده ويبعد عننا اي امراض ويبعد عننا اي حاجة. وزي ما قلت لكل مجتهد النصيب، انت بتتعب في الحمام مع الحمام بتاعك نظافة، اهتمام كلفة، اهتمام مية، وانت ربنا هيرزقك وهيكرمك عن قريب. وكده شايف كانت نهاية الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما يكونش فيديو طويل عليكم، ما يكونش فيديو رخم عليكم. كان معكم مهند محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.